السلام عليكم ورحمة الله. الحلقة هذه خصيصا الترجي التونسي ضد الساك ميموزا من الكوت ديفوار. الفريق هذايا حاولت ناخذ بعجالة الفريق هذا، يعني على الأقل نوصل شوية للجماهير اللي طلبت مني شنية رأيي في الفريق هذايا وشنية أمور الفريق هذايا. ماهوش فيديو معمق، إن شاء الله في القريب العاجل باش نعمل فيديو يعني كما نقولوا بتقنية الفيديو، قوة الفريق هذايا ونقاط ضعف الفريق هذايا حسب القرعة. الأهلي ضد سيمبا، البيترو ضد مازامبي، وسان داونز ضد يونغ افريكا. المقابلات كلها صعيبه، يعني ماهيش ما تنجمش تقول هذه خير من هذه، لكن الرابح ما بين سان داونز ويونغ افريكا باش يلعب ضد الترجي التونسي. باهي باش نحكي بعجاله على الفريق هذايا شنو اموره. الساك ميموزا هذايا من الكوت ديفوار، الفريق هذايا تعادل في البول نتاعو باش هو ينجم يترشح، تعادل مع سيمبا اللي الفريق هذا نعرفوه سيمبا ممتاز في الفترة الأخيرة، تعادل معاه ذهابا وإيابا 0-0 و1-1. ربح الوداد المغربي 1-0، ربح جالاكسي ذهابا وايابا 2-0 و3-0. الفريق هذا علاش خسر ضد الوداد؟ فما ناس يقول لك ربما ماتش مبيوع ولا كيفاش، لكن لا، مش ماتش مبيوع، لكن الفريق هذا بدل ضد الوداد المغربي، بدل بنسبة 100%. الفريق نتاعو حتى حارس المرمى تبدل. دونك باش نكونوا واضحين، علاش الفريق هذا يخسر ضد الوداد؟ لأنه التشكيلة الأساسية كلها مغايرة تماما، لعب ببنك الاحتياط ديجا باش تكون الأمور واضحة. شنية كيفاش يلعب الفريق هذايا؟ شنية الخطة نتاعو؟ الخطة نتاعو هي على الورق ديما يقولوا يلعب 4-2-3-1، لكن ماهوش صحيح. يعني كي تتبع الفريق هذايا كيفاش طلوع بالكره نتاعو، كيفاش في الحاله الدفاعيه كيفاش تكون موجوده، الفريق هذايا يلعب 3 مدافعين، 4 في وسط الميدان و3 مهاجمين. تصبح الخطة 3-4-3. نقطة قوة الفريق هذايا وسط الميدان، الأربعة بتاع وسط الميدان ملاعبية. راهو هذا هو المشكل الكبير اللي يلعب ضد الفريق هذايا ساك ميموزا. عنده وسط ميدان ملاعبية، بمعنى لاكسيال كي تجي عنده الكرة محور الدفاع يمدها مباشرة راهو لوسط الميدان، حتى كي يشوفوا محصور وسط الميدان، يعني فما يعني حتى الفريق الاخر يطلع عليك راهو يمدها وسط الميدان، خاطر عندهم فهم ثقة. كما تقول انت برشلونة كي يشوف تشافي يمد الكرة، يعرف تشافي باش يخباها الكرة بين ساقيه. اللاعبين نتاع هذوما ميموزا ملاعبية في وسط الميدان، هذاك علاش نقطة قوة هذا الفريق وسط الميدان. واحيانا الاكسيال خاصة هو اللي ديما يطلع بالكرة، يعني بلغتنا نحن يسطحها، والا يعني كي ما يلقاش حلول برشا في وسط الميدان يمدها ديريكتومون للمهاجمين، خاطر يلعب 3 القدام. نقاط قوته كما قلت وسط الميدان، ثم الهجوم، ونقطة الضعف نتاعو هو الدفاع. علاش الدفاع؟ على خاطر قبل ما نحكي على الدفاع نتاعو تكتيكيا ممتاز. يعني كيفاش تعرف الفريق ممتاز ولا لا تكتيكيا؟ يعني 3 خطوط ما فماش اسباس ما بيناتهم برشا، يعني كي هو يلعب يعني بريسينج القدام ديما. هو اللاعبين نتاعهم صغار في العمر، يعني يلعبوا في البريسينج على الاتوريا ترافير، واحيانا البريسينج منظم، واحيانا كيما نقولوا كيما لعبه النجم الساحلي ضد الترجي، كان تتذكروا اللقاء اللي تقلقت منه الترجي، كيفاش النجم الساحلي كي لعب يعني في اول لقاء في كوب دافريك، كيفاش يعني البريسينج يعني في كل الواجهات. صحيح النجم طاح في الشوط الثاني فيزيكمون، لكن الفريق هذا حاضر فيزيكمون، دونك هو يطلع ليك في كل الليني، يعني في كل المساحات نتاع الملعب، ما يخليكش تلعب. هذا هو مشكله يعني قوه الفريق هذايا، البريسينج نتاعو القدام. دونك انا شفت الخطوط نتاعو 3 متقاربين، يعني تكتيكيا ممتاز. شنية المشكلة الفريق هذايا؟ الفريق هذايا مشكلته كي يلعب ضد فريق سريع، يعني يعمل كونتر اتاك سريع، وخاصة فريق كيما الترجي التونسي عنده يلعب الأجنحة، وخاصة كي يقولوا بوكيا وغشة، وقتها يتفتق الفريق هذايا. على خاطر كي تلعب بسرعة وتلعب على ليزيلي باش تلقى 3 مدافعين، 3 مدافعين ماهمش قويين تكتيكيا، وحتى في الحالة البدنية ماهمش قويين برشا، فنيا ماهمش خايبين صحيح، لكن امور جسديه وامور جويل ماهمش قويين برشا. هذاك علاش سيمبا كي طلع عليه بسرعه على الاجنحه مثل عمل خطر برشا سيمبا القدام. هذاك علاش الترجي التونسي 3 مهاجمين، خاصه بوكيا وغشه ورودريغيز، باذن الله مع السرعه الكبيره بتاع الترجي في وسط الميدان اللي نجم يسجل حتى غادي، حتى في سيمبا بالذات. سيمبا الفريق هذا ما يبدلش اللعب نتاعو، كما يلعب
في بلاده كما يلعب البرة. عنده مدرب هذايا ما يخافش، هذا هو الظاهر اللي هو فريق محترم ومحترم جدا. فما ناس يقول لك يعني يعني خير من الاهلي، خير ما يعني الترجي ما لعبش خير من الاهلي، خير او خير من سان داونز، خير صحيح. السان داونز والاهلي زوز فرق هذوما عندهم شويه الخبره في الوقت الحالي. الترجي مش حاضر 100%. الترجي التونسي قاعد يبني في الفريق نتاعو، الترجي قاعد يتحسن بسرعه، لكن لازم فما وقت. مهما كان قوتك كتشوف انت، حتى باش نجبدوا الحديث كبير يعني ريال مدريد كي جاب قداش من فريق في وقت وجيز ما تحسنش كان بعد مده، على خاطر حتى لا يكونوا لاعبين ممتازين يلزم فما وقت نتاع تاقلم تاع الفريق. الترجي قاعد يتاقلم نوعا ما، مش كل الترجي التونسي في الوقت الحاضر هي وسط الميدان. وسط الميدان تاع الترجي التونسي قاعد يتحسن صحيح، لكن ما لقاش يعني كيما نقولوا ثلاثه ولا اربعه اللي ينجم يتهنى 100%. بالنسبه لي انا الترجي التونسي اقوى منه في الهجوم، حتى دفاع الترجي التونسي بالاربع مدافعين في الوقت الحاضر، وخاصه بوشنيبه اللي هو رجع يعني مش خايب. بوشنيبه قاعد يقنعني من لقاء الى اخر. محور الدفاع حارس المرمى، حارس مرمى الترجي ميميش خير من حارس هذا اساك ميموزا، وظهير حتى الايسر نتاع الترجي الناس كل يعني كذا، لكن دفاعيا مش خايب بن حميده. صحيح هجوميا قاعد يهز ويثبت، لكن دفاعيا مش خايب. هذاك علاش الترجي دفاعيا مش خايب، يعني احسن من اساك ميموزا. وفي الهجوم الترجي التونسي احسن من اساك ميموزا. اساك ميموزا خير من الترجي كان في وسط الميدان، عندهم لاعبين كما قلت ملاعبيه قصار يعني تكنيسيانات. لكن الحكايه اللي حكيتها كان تتذكروا في اللقاء الفارق ضد النجم الساحلي، وقت حكيت على الترجي التونسي قلت الترجي مش كل ترجي ما عندهاش شكون ناس يعني يطلعوا بالكره، يعني ابار تقاء هو اللاعب الوحيد اللي في الترجي التونسي يطلع الكره يعني كما نقولوا، وحتى في المسافات القصيره يلقى حلول. مشكله الترجي اللي هي مش مشكله في نفس الوقت خاطر اهولو يسيب كره فيسع، وهذا هو المطلوب. الثاني اللي يلعب بجنب تقاء يلزم لاعب اخر يسعد بالكره. نجم نقولوا حتى يعني كما نقولوا الساس ينجم يتيح احيانا. فما يعني الشعلالي صحيح مازال ما رجعش الفورم نتاعو، لكن الشعلالي في المده الاخيره قاعد حتى هو يسيب في الكره فيسع. هذاك علاش كي تتحصر اللعبه في وسط الميدان يلزم اللاعب وسط الميدان يلقى الحلول، مش يطيشها ديريكتومون. تذكروا الشعلالي كي جاتو كره ولا اثنين ضد نجم الساحلي، الكره الاولانيه يعطيه الصحه مدها لساس بنظره كبيره اللي هو الشعلالي يخزر بالكدا على 30 متر، لكن كي ضغطوا احيانا على الشعلالي طيش الكره في الفراغ يعني في البلاصه الغالطه. هذاك علاش بالنسبه لي انا الشعلالي لازم يرجع الفورمه نتاعو في اسرع وقت ممكن. كاردوز لازم يخدم على وسط الميدان باش ينجم يسيطر على الافريق وسط الميدان تاع الترجي. يا ساس يكون واضح في الحاله الدفاعيه يرجع يفك، على خاطرهم يفكوا الكل. الفريق هذايا ماهوش فريق يعني كي يقول لك المهاجمين يفكوا كهو ولا خلي ترجع كره الدفاع، فريق كامل منظم يعني يفكوا. عنده مش كما قلت في الكونتر اتاك. نتصور الترجي التونسي ينجم يمر، الترجي التونسي نتصور 70% هو اللي يمر، 30% اساك ميموزا، على خاطر اساك ميموزا ما عندوش الخبره برشا ويضيع برشا القدام. لكن كما قلت فريق خطير، راهو فريق راهو ما نحقروهوش، اقوى من الوداد، اقوى بطبيعه الحال، اقوى من الهلال السوداني. هو والبترو نتصور يعني ماشيين فرد نيفو، لكن كل واحد ستيل دي جو نتاعو. على كل حال ان شاء الله في القريب العاجل باش نحكي بتقنيه الفيديو هكاك تتوضح الامور اكثر بالصوت والصوره كما نقولوا بالنسبه لاساك ميموزا. حظ سعيد الترجي التونسي ان شاء الله، زينه للترجي التونسي ينجم يمر بالكدا، وان شاء الله نشوفوه في النصف النهائي ضد سان داونز او ضد يونغ افريكا. كان وصلك الفيديو لا تنسى الاشتراك على قناه هيثم جمني على اليوتيوب، على صفحتي الفيسبوك وعلى التيك توك زاد هيثم جمني. دمتم في حفظ الله، في الامان، بسلامه.